السلام عليكم. النهارده هنعمل مع بعض طريقة عمل كرات الشوكولاتة. عايزة اقول لكم حاجة كده فظيعة وتحفة جدا وسهلة جدا. مش لازم نروح عشان اولادنا عايزين شوكولاتة. ممكن نروح نجيب اسعار غالية، والاسعار طبعا غليت جدا، او انت رايحة مناسبة عند اختك، عند مامتك، عند صاحبتك. ممكن تاخدي معاكي تعمليه الطبق الحلو السهل البسيط ده، وتاخديه معاكي بجد احلى بكتير ما تاخدي طبق حلويات يكلفك الشيء الفلاني. بجد طبق روعة جدا. شايفين التقديم؟ تحفة، الطعم جميل جدا. هنعرف مع بعض النهاردة. كمان هعملها بطريقة وهقول لكم بدايل في الفيديو، وبجد الطريقة سهلة، في 10 دقايق بالظبط هتحضري أحلى شوكولاتة. يلا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام ونشوف طريقتنا ايه. أول حاجة هيكون معايا هنا بسكوت سادة، بتاع الشاي العادي، أي نوع بسكوت. أنا معايا 300 جرام. وطبعا هنطحنه كويس جدا. لو عندك في الخطوه دي بسكوت بالشوكولاته ينفع جدا. انا هنا ما كانش عندي بسكوت بالشوكولاته، فاستخدمت البسكوت الابيض العادي، واستخدمت معاه 3 معالق كبار من الكاكاو الخام الغير محلى. طبعا لو عندك بسكوت بالشوكولاته استغني عن الكاكاو. وكمان في المرحله دي ممكن تضيفي معلقه نوتيلا معاهم، هتبقى روعه جدا وتعزز لك الطعم. انا ما كانش عندي. بصوا بقى، كان عندي هنا علبه حليب مكثف في الفريزر. في التلاجة. فقلت استخدم بيها، هحط نص كوبايه من اللبن الحليب المكثف. طب انا عايزه بدايل، يعني انت لو ما عندكيش بدايل تعملي ايه؟ ممكن هتستخدمي معلقتين سكر بودره كبار على علبه قشطه صغيره كده، مع معلقه زبده سايحه، وبس كده. يعني بدايلها سهله وهكتبها لكم في صندوق الوصف يا بنات ان شاء الله. وكمان عايزه تعززي الطعم، اديها معلقه نوتيلا بقى لو عندك، او بديل النوتيلا مفيش مشكله، بس انا ما كانش عندي. بتبقى روعه جدا يا بنات. عايزه تضيفي في المرحله دي مكسرات بندق مجروش او عين جمل، بتبقى حلوه جدا برضو، او سوداني مفيش مشكله. هنفضل نقلب فيها ونعجن فيها بايدينا لحد ما تبقى مكونه معايا عجينه متماسكه بالمنظر اللي انت شايفاه قدامك ده. كده احنا خلصناها. شايفين السهولة؟ تحفة جدا. هنبدأ بقى نكورها. انا عملتها كور متوسطة الحجم. عايزة تعمليها كور صغيرة جدا، عايزة تعمليها صوابع على فكرة، زي تبقى عاملة كده زي الفلوتس، مفيش مشكلة خالص. ممكن تعمليها صوابع وهتمشي معاكي على اي تشكيلة انت حباها. يعني ممكن تشكليها التشكيل اللي انت تفضليه. انا عملتها بصراحة كورات. يعني مش عايزه اقول لكم الطريقه جميله ازاي، والبدايل بتاعتها والله يا بنات حلوه قوي. ولو عندك مكسرات حطيها فيها بندق، بصي بتبقى فظيعه، جميله جدا. انا جبت هنا طبق معايا وغلفته بالاسترتش راب زي ما انتم شايفين كده، وحطيت الكرات عليه. جبت بقى معايا 200 جرام من الشوكولاته الدارك او بالحليب، مفيش مشكله خالص. هبدا دلوقتي تسخنيهم يا اما على حمام ميه دافي، بس البوله ما تكونش لامسه الميه اهم حاجه، او في الميكروويف. وكل 30 ثانيه تطلعيها من الميكروويف، تديها تقليبه عشان الشوكولاته ما تتحرقش معاكي. هديها بعد كده معلقتين زيت عشان تلمع كده. وبعد كده هنغطس الكرات بتاعتنا في الشوكولاته، وهنطلعها بقى. يا اما يفضل تطلعيها على ستريتش ريب زي ما انا حاطه كده على السرفيس بتاعي، او تغلفيه بورق الزبده، علشان الشوكولاته لما تجمد ما تمسكش في الطبق وتبقي ايه بتطلعيها وانت بتتخانقي معاها. فطبعا ايه، هنحطها على ستريتش ريب او ورق زبده. بعد كده هنخلص الكميه كلها زي ما احنا شايفين كده بالظبط. وطبعا بطلعها معايا على شوكه عشان تصفي معاها اي شوكولاته زايده، اي زوايد من الشوكولاته. وبعد كده هدخلهم بقى في التلاجة يمسكوا نفسهم شويه. وهنا بقى زي ما قلت لكم هدخلهم التلاجة يمسكوا شويه. هنا بعد ما خرجوا معايا من التلاجة، شايفين الشوكولاته معايا مسكت ازاي؟ طبعا الزوايد اللي في الشوكولاته دي ممكن تعمليها بالمقشره بتاعه البطاطس، او بالسكينه عشان تزيني لها شكلها. عايزين بقى نزين الشكل. انا كان عندي ورق الكب كيك، فكان واسع كبير، كان واسع شويه عليها. فانا تنيته من هنا وتنيته من هنا، وحطيتها بالمنظر اللي انتوا شايفينه قدامكم ده. شايفين الروعه والجمال؟ بقيه الشوكولاته هنا بقى ضفتها معايا كده في كيس تلاجة عادي جدا، وخرمته حته صغيره جدا، وهعمل بيه خطوط، امشي بيه خطوط كده على الشوكولاته عشان تديني تزيين. وممكن برضو لو عندك شوكولاته بيضه عايزه تعملي الخطوط بيها، مفيش مشكله. شايفين بقى الطبق الحلو بتاعنا؟ بجد عملناه بطريقه سهله جدا. والله انا بقول لكم بجد هو ما خدش معايا وقت خالص. أم، الشوكولاته يعني بصوا، انت لو رايحه عند حد ضيف وبجد عايزه تاخدي حاجه معاكي، وبجد مش عارفه ومفيش امكانيه، او يعني ان انت تكلفيها واو، او مفيش عندك وقت، والله اعملي الوصفه دي وخديها في علبه شيك كده وزي الفل.
الف هنا وشفا. شايفين من جوه عامله ازاي؟ بصوا من جوه هوريها لكم دلوقتي، حلوه قوي يا بنات، جربوها مش هتندموا. وكمان لو عندكم البدايل حطوا البدايل والمكسرات، ولو عندك نوتيلا ضيفي فيها نوتيلا تبقى تحفه جدا. لايك وشير بقى للفيديو. كنتم مع ابتسام الجبالي.